السلام عليكم. خلصت المباراة بين بايرن ميونخ وريال مدريد. طبعا المباراة اللي لعبت على ملعب أرينا ملعب ميونخ كانت ليلة ملحمية، صار فيها حرب كروية بين ريال مدريد والبايرن. ريال مدريد صاحب ال 15 لقب اللي دخل على هاي المباراة بده يغير الواقع، وبايرن ميونخ اللي مدعوم من جماهيره اللي داخل بثائر، لأنه عارفين آخر السنوات ريال مدريد أقصى البايرن كثير، لهيك جماهيره ولاعبين البايرن وحتى الإدارة بايرن كلياتهم مستلحمين على ريال مدريد. المباراة هاي كان فيها 7 أجوال من أول 35 ثانية. ريال مدريد سجل جول من أردا جولر، تسجل 7 أجوال بهاي المباراة وصار فيها حالة طرد قلبت موازين المباراة. بس قبل ما نبلش، إذا أول مرة بتشوف قناتي ما تنسى تشترك واعمل لايك للفيديو. أنا حاب أحكي وجهة نظري عن هاي المباراة، يعني ما بدنا لا نحلل ولا إشي. أنا كنت ناوي أعمل تحليل بس ما في إشي بيستاهل، يعني بدنا نحكي نهاي فضفضة. بدي أحكي شوي عن ريال مدريد وعن البايرن، وأكيد الحكي عن ريال أكثر لأنه فريقي، مش رح ننتقص من البايرن ميونخ. خلينا نبلش. بلشت المباراة والكل كان متوقع إن نشوف ضغط عالي من البايرن، خصوصا أنت قاعد تلعب على ملعب بايرن والجماهير زي ما حكينا متحمسين وبتشجع الفريق. بس اللي صار إنه ريال مدريد سجل جول بأول 35 ثانية، صارت مجموع المباراتين تعادل 2-2. الجول هذا أربك حسابات البايرن. بجوز الكومباني كان مخطط إشي، صار مضطر يعمل إشي. بجوز كان مخطط بداية المباراة تكون مباراة هادية وشوي شوي يشد، بس بما إنه ريال مدريد عادل النتيجة اضطر البايرن يعمل ضغط عالي وسيطر على المباراة لحتى اجت الركنية وسجل هدف التعادل. أنا لغاية هاي اللحظة مش عارف كيف لونين دخل جوا الجول. يعني أنت يا رجل بدك تصد الركنية بتدخل جوا الجول، يعني حتى لو وصلت للكرة وضربتها راح تكون هدف يعني جاي ورا الخط. مش عارف كيف اذا هيك حارس، انت حارس ريال مدريد تعمل هيك خطا. بعدها ريال مدريد سجل الهدف الثاني من ضربه حره، يعني رائع، اردا جولر سجل لك ضربه حره خرافيه. طبعا هون السوشيال ميديا ولع، كيف ريال مدريد باخذ فاول وهي مش فاول. وبصراحه انا معكم هي مش فاول، بس انا بطلع على لاعبي يعني اردا جولر كيف نفذ هاي الطريقه باسلوب عالمي. سجلنا الهدف الثاني. بعدها شوي بايرن ميونخ عمل ضغط على ريال مدريد وسجل هدف التعادل، صارت 2-2. طبعا اوبي مكانه مسك الكرة 4-5 ثواني، ما في ضغط عليه، فرج يمين فرج شمال، شاف هاريكين اعطاه الكرة بشكل مستقيم وصلت لهاريكين. طبعا هاريكين سفاح اكيد ما راح يضيع هيك فرصة وسجلها بكل اريحية، ركنها. ولنن المحترم اكيد ما راح يشيلها، يعني اذا انت ما شلت الركنية بدك تشيل ضربة من هاريكين سجل هدف التعادل. هون كانت المباراة نارية مولعة، يعني كان واحد بيتفرج محايد لا بشجع البايرن ولا بشجع ريال مدريد يقول لك اكيد راح يكيف. حتى جماهير برشلونة يعني شافت هالمباراة كلهم على السوشيال ميديا، على التيك توك على الفيسبوك على اليوتيوب. ايش هاي المباراة؟ شو كنا راح تخلص 10-10 15-15؟ ايش هاي المباراة؟ بصراحة كانت جميلة، بس انا كمشجع لريال مدريد يعني خايف وحاسس انه الحلو ما راح يكمل. بخصوص اردا جولر، اردا جولر قاعد بيثبت للكل ان انا صفقه ممتازه وان انا كنت مظلوم مع الحاج كارلو انشيلوتي. معروف ان كارلو انشيلوتي ما بيحب لاعب الشباب، بقول لك انا فاضي اقعد ادرب هذا واطور هذا، بحب اللاعب الجاهز. وبالنسبه لاردا جولر كان لاعب صغير، يعني بقول لك بديش اوجع راسي، وهو كان مظلوم بصراحه، هو كان مظلوم. المهم بعد شوي ولا ريال مدريد سجل الثالث. مين اللي سجله؟ مبابي. طبعا كانت بتمريره من فينيسيوس. هذا بجوز اول تعاون بينهم من زمان، ما في تمريرات بينهم، ما في تفاهم، ما في انسجام. يعني كل واحد بيحكي للثاني انا الافضل، مبابي بيحكي لفيني انا الافضل وفيني بيحكي لمبابي انا الافضل، حتى لو ما سمعتوه هذا كلام علني، بس تصرفاتهم داخل الملعب بتوحي لك انه فينيسيوس بيلعب وبركض وكذا وشايف مبابي فاتح معه ما بيعطيه، ومبابي نفس الشيء بيمسك الكره يكون فينيسيوس فاتح معه على اليسار لا بده يراوغ وبده يشوت. بصراحه هذه مش كره قدم، ما في يعني كره القدم لعب جماعي، ما في لا لعب جماعي بينهم ولا في انسجام. والهدف الثالث اجى سجل زي ما حكينا مبابي بتمريره من فيني. طبعا كان في فاول والحكم ما بعرف كيف مشاها برضه، وهنا كمان مره السوشيال ميديا ولعت. هذا الهدف غير شرعي، وبصراحه غير شرعي. يعني انا بقول لك انا من ريال مدريد اللي شفته هدف غير شرعي. وبلش الشوط الثاني. طبعا الشوط الثاني نزل برتم بطيء، صارت لعبه تكتيكيه من جانب ريال مدريد ومن جانب البايرن.
كل مدرب بيستنى هفوة من الثاني او يلعبوا اشواط اضافيه، لانه كانت تعادل بمجموع المباراتين 3-2 لريال مدريد. هجمه من هون هجمه من هون، بتضيع من هون بتضيع من هون، ما كان في كثافه عاليه زي الشوط الاول. والبايرن صار اعقل شوي، حاول انه ما يمنح المساحات لفينيسيوس او امبابي، بس مع هيك كانوا يهجموا شكلوا خطوره. وريال مدريد نفس الشيء، لحتى صار في تبديل قلب الموازين. العبقري اربلوا، انا حكيت عنه بشورت قبل فتره، اربلوا مش اربلوا، طلع ابراهيم دياز الحركه الدينامو اللي كان بيساند وكان بيلعب وبهجم وبدافع، راح نزل مين؟ كامافينجا. طب ليه؟ في سؤالين، ليش نزلت كامافينجا؟ وكامافينجا ايش ممكن يضيف لك على خط الوسط؟ كامافينجا بالضغط اضغط عليه بيغلط وبيمارس رياضه التزلج، بضل يوقع ويتزحلق. طب ليش ما نزلت سيبايوس؟ سيبايوس بروفايل مختلف عن لعيبه الوسط اللي عندك وعنده خبره، جات نزل كامافينجا. اول خطا طبعا فاول تكتيكي، ثاني خطا مسك الكره وصار بضيع الوقت، اجى الحكم طرده. هون قلبت المباراه، صار في فراغ بوسط الملعب واللاعبين توتروا. بعدين اجى البايرن سجل الهدف، هدف صار 3-3. بعديها مايكل إليس سجل هدف، صارت 4-3 وخلصت المباراه. كامافينجا صار لك 5 سنين بريال مدريد، لا تطورت ولا استفدنا منك ولا عملت إشي، بس بتقص مصاري ورواتب، يا اما مصاب يا اما بتكون زفت عرض الملعب، بتضيع الفريق وبتضيع كل إشي وتعب الفريق. على العموم في لاعبين بدي امدحهم، مندي، اردا جولر. مندي، تخيلوا مندي وصلنا لمرحله نحكي مندي الرهيب، مندي اللي قدر يمسك مايكل أوليس، مايكل أوليس اللي بهدل اغلب اظهره العالم، اجى مندي حجمه يعني بنسبه 80%، بقى نحكي 100%. مايكل أوليس ما اخذ راحته. اردا جولر اللي كل مباراه بثبت زي ما حكينا ان انا موجود، انا الافضل، بيلعب بمركز مش مركزه، مره جناح مره رقم 8، وبصنع لك فرص وبصنع لك فرص من العدم وبيعطي تمريرات، غير رجله حلوه على الجول تسديداته. هدول اللاعبين عملوا اللي عليهم. بدي اكون صريح عن ريال مدريد مع انه فريقي، ريال مدريد الحالي لو مين ما تجيب مدربين ما راح يزبط معك، بدك غربله، بدك تنظف الفريق. اجا يورجن كلوب، اجا إليجري، اجا توماس توخل، مين ما اجا بهاي الاسماء بهاي العناصر بهاي اللاعبين ما راح يعمل إشي. بدك كواليتي، بدك تبيع لاعب نجم كبير او لاعبين، يعني عندك فينيسيوس ومبابي وبيلينغهام، هدول نجوم كبار كلهم روس، هدول الثلاث ما بيجتمعوا بنفس الفريق وبنفس الوقت يلعبوا. بدك تضحي يا بلاعب يا بلاعبين، انت اختار. انا مثلا بخلي مبابي لحاله، ببيع هدول الجوز بسعرهم، بجيب لاعبين. بعدين مش بس هدول، يعني عندك لاعبين الوسط، عندك كامافينجا اكيد برا، شواميني يا بتبيعه يا بتخليه دكه، بدك تجيب لاعب ارتكاز مستوى اعلى، مثلا فرانكو مستنتونو اعاره او بيع. عندك جونزالو غارسيا بيع او اعاره. بدك تجيب مهاجم من الدوري الاسباني خبره، يعني عمره 34 33، كيف خوسيلو كان موجود، هو كويس بس مع ريال مدريد ما راح يزبط، عندك روس اكبر منه. اما تجيب زي مهاجم مايوركا، هذا بشعارات ولا ناس ايش اسمه، لو اجى كويس. عندك خط الخلفي، كرفخال برا، رودريجير برا، ألابا برا، فيران غارسيا برا. بدك تجيب لك ظهير يمين ظهير يسار. لو ما اشتريت بدك تصعد من الكاستيا عندك تحت، عندك لاعبين كويسين، مثلا فالفيردي بدك تخليه موجود، بدك لاعبين اثنين وسط، بدك قلبين دفاع، وبدك أظهرة، وبدك مهاجم صندوق، وبدك جناح يمين. من أيام جاريث بيل معنا جناح يمين، حتى فرانكو مستنتونو في الأساس هو صانع لعب رقم 10، كان مع فريقه السابق ريفر بليت مرات يسلك على اليمين، سلك مش مكانه، احنا لا جبناه وحطيناه انت جناح يمين. يعني حتى لو تراقبوا اسلوب لعبه، بيلعب على اليمين وبخش على العمق، متعود مش مكانه، فبده إعارة عشان يتأقلم على الأجواء الأوروبية. باختصار بدك بكل خط نجم راس كبير، بخط الهجوم بدك لاعب واحد نجم، خط الوسط لاعب واحد نجم، وبالدفاع واحد نجم سواء ظهير أو قلب دفاع. ما بزبط كل الخطوط تكون كله نجوم، هيك بخربوا على بعض. وهذا اللي صار مع ريال مدريد. هاي المشاكل ليش قاعدة بتصير؟ كل واحد بقول لك إيه أنا ليش أتعب عشان هذا، هذا بقول لك ليش أتعب عشان هذا. عشان هيك فريق ريال مدريد بده غربلة، والأهم من هيك بيريز لازم يطلع برا النادي، اللي مخرب هدول اللاعبين واللي مدلعهم بيريز.
الناس خلاص خرفن وختير ومش عارف مصلحة ريال مدريد، أو بيعرف بس هو قاعد بتهبل. أهم شيء مصالحه الشخصية، أهم شيء شركاته والأرباح. هو رجل اقتصادي ما اختلفنا، بس بدك كمان مدير رياضي وبدك رئيس جديد. يعني فريق ريال مدريد بده تغيير بالكامل، ولا راح ندخل النفق المظلم ونقعد سنين ما تحقق بطولات، خصوصا دوري الأبطال. واللي بيقهر بالموضوع إنه ريال مدريد بيدفع أعلى رواتب بالعالم، يعني بيدفع 425 مليون تقريبا رواتب للاعبين، مع إنه في عندك لاعبين ما بيستاهلوا ياخذ 2 مليون. يعني زي أسينسيو مثلا راتبه تقريبا 6 مليون صافي أو 5.5، مع الضرائب بيطلع 11 مليون. هذا أسينسيو اللي يروح على أي فريق تاني باخذ 3 مليون، ما باخذهن يا دوب لاعب. وقيس عندك فيران غارسيا، عندك أبصر مين، عندك كذا. طب أنت بتاخذ فلوس، قدم للنادي، العب للشعار، ما تلعب بس لمصالحك الشخصية. امبابي مع مكافآته وحوافزه ووصل 45-50 مليون، انسى راتبه لأنه مكافأة توقيع عقد مقسمة على السنوات، له حوافز عدد الأهداف الألقاب كذا كذا، وصل 50-60 مليون. فينيسيوس جونيور راتبه صافي بحدود 16 مليون، مع الضرائب قريب 30، قاعد بيطالب الأخ بده صافي 30 مليون، يعني مع الضرائب 60 مليون عفوا. فمش عارف، ريال مدريد كمان لازم يغير سياسته، ما بزبط تعطي رواتب هيك بالاخير تطلع تقول انا مديون 312 مليون وانت مخطط انه الملعب يعمل لي حفلات ويجيب لي دخل، ما زبطت. طب شوف انت الرواتب اللي انت قاعد تدفعها، شوف الانديه الثانيه، طلع ارسنال قديش بدفع، طلع السيتي ماشي مرات بدفع للاعب لاعبين مبالغ زي هيك، بس اغلب اللاعبين ما باخذوا. فلازم يجي اللاعب يلعب بحرقه وحراره عشان الشعار، مش عشان مصالحه الشخصيه. هيك يعني تقريبا خلصت كلامي عن ريال مدريد. بدنا نحكي كلمة حق عن البايرن ميونخ، لأنه كمان بايرن فريق كبير ولازم نعطيه حقه. وآخر كلمة بدي أحكي عن ريال مدريد، إحنا الآن طالعين موسم صفري، والله يستر الموسم الجاي ما يكون موسم ثالث على التوالي موسم صفري، يكون برشلونة جدد لهانزي فليك لأنه هسه مفاوضات تجديد عقد، يسحب كل البطولات من ريال مدريد وإحنا مكانك سر، فالله يستر. أما بخصوص البايرن فريق كبير وفريق عملاق، دخل المباراة بكل هدوء وبكل رزانة، بدك تحكي أعصابه باردة، يعني عارف شو بده. ليش؟ لأنه كومباني انساب المؤتمر الصحفي شو بدك تتصرف مع ريال مدريد ملك البطولة، لأنه بمر بفترات مستحيل حدا يتوقعها وبيعمل رومنتاد وتسجيل أهداف. شو حكى كومباني؟ أنا ما بآمن بهاي الشغلات، أنا عندي فريق واثق بفريقي وبعرف كيف راح أتصرف معه. هيك معنى كلامه، فعلا عرف كيف يتصرف مع ريال مدريد. طلع إيش دور ريال مدريد؟ انك تتصرف معه بهدوء وبرود، ما تنفعل. يعني لو اي فريق ثاني سجل عليك 3 أهداف بارضك وامام جماهيرك ممكن تنهار. يعني ريال مدريد سجل 3 أهداف على البايرن ولا كانه سجل، عادي، ايزي يا عزيزي، عكس باقي الانديه. اذا بترجع للذاكره شوي، لما ريال مدريد لعب قدام ليفربول فزنا عليهم 5-2، ليفربول سجل علينا جولين، احنا كنا 0، بعدين رجعنا بالنتيجه وبعدين صرنا نسجل جول ورا جول ورا جول. هون الليفر انهار، كان بأرضه امام جماهيره. كومباني هون ما شاء الله عليه ذكي، شكله دارس ريال مدريد، مش شكله، اكيد دارس ريال مدريد وعارف لحظات ريال مدريد كيف بتصير، لانه يعني الخصم قدامك بيتوتر، بيعطيك مساحات، واللعب العشوائي لريال مدريد وهون بصير يسجل اهداف. كومباني ما اعطانا اياها، لا، بقول لك ما تحلم تاخذها، انا عارف انتم شو بتساووا. الله يستر من الانديه تكتشف هذا الاسلوب. اللي راح يتابع مباراه الريال والبايرن وشاف كيف اسلوب البايرن تعامله مع الريال، فما بنعرف. وان شاء الله ريال مدريد غير شخصيته ما يكون زي هيك. بس اكيد البايرن قدام باريس كمان اسبوعين مش راح يلعب نفس الاسلوب. اكيد كومباني راح يدرس فريق باريس ويعرف شو نقاط قوته ونقاط ضعفه، لأن يعني اصلا برشح البايرن ياخذ البطوله، يا هو يا اما باريس، ارسنال او اتلتيكو لا. بعدين كومباني حضر اللاعبين تحضير ذهني ونفسي بشكل ممتاز، وهذا يعني مدرب مبتدئ زي أربلوة، يعني ما درب أندية كبيرة، يعني يدرب بالدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي والفريق هبط، بعدين راح على البايرن وكل ما باله بتطور. وهيك وصلت لنهاية الفيديو. برأيكم هل ريال مدريد ممكن يرجع لسكة البطولات كمان مرة، خصوصا دوري أبطال أوروبا، ولا خلص دخلنا نفق المظلم وممكن يصير فينا زي ما صار مع ميلان وقيس على باقي الأندية؟ وإذا عجبك الفيديو اعمل لي لايك واشتراك.
فضلا وليس أمرا. والسلام مسك الختام. سلام. لا تنسانا من اللايك.